اليوم أول مرة من 7 سنين أشتري من وجبات سريعة. شريت تشيز برجر من ماك، بس ما راح أكلها. اللي راح أسويه إنه راح أصورها كل يوم سبت ونشوف شنو التغيير اللي راح يصير فيها. تشيز برجر عادية وبس. السبت اللي فات شريت تشيز برجر من ماك وقلت لكم راح أصورها كل أسبوع ونشوف شنو التغييرات اللي راح تصير عليها. وايد ناس قالوا أنا راح أتعفن حالة أي أكل ثاني، لكن بعد أسبوع نفس ما هي، لا بكتيريا ولا فطريات حتى مو يابسة. نلقاكم السبت الجاي وبس. الأكل الطبيعي اللي خالي من المواد الحافظة يتعفن مع الأيام. تشيز برجر من ماك صار لها أسبوعين على حطتها ما صار فيها ولا شيء. سوينا تشيز برجر ثانية بالبيت عشان نقارن بينهم ونشوف شنو التغيرات اللي راح تصير. فموعدنا متى؟ السبت الجاي وبس. اليوم السبت مع تجربة التشيز برجر اللي سويناها في البيت. بعد أسبوع واحد صارت كلها عفن من داخل ومن برا حتى البرجر. أما التشيز برجر من ماك للحين نفس ما هي، صارت شوي يابسة ولكن ما فيها عفن أو أي شيء. اللي تاكلون من ماك قاعد تحطون ببطنكم وبس.